بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا حبايبنا الكرام في كل مكان، رجعنا لكم فيديو جديد إن شاء الله تستفيد منه بإذن الله. هقول لك على 4 حاجات لو عملتهم هيكون عندك موسم فرد جميل جدا، وهيكون عندك كثافة إنتاجية في الزغاليل. أنا دلوقتي هصور معاكم فيديو إن شاء الله هوريك الحمام عندي كله بفضل الله منتج وشغال ما شاء الله زي الساعة وأكتر شوية، اللي تحتيه زغاليل واللي تحت بيض. بإذن الله هنتكلم عن 4 حاجات لو طبقتهم معايا في الفيديو ده بإذن الله هتطلع بأكبر استفادة، مش طالب منك غير ورقة وقلم وتكتب. أول حاجة نستخدمها يا جماعة عشان نهيئ الحمام بتاعنا ونكون مستعد لموسم فرخ جديد بإذن الله. هنستخدم علاج بندكس. بندكس ده علاج للديدان. نستخدم 5 سنتي على لتر مية. هنستخدمه الأول ليه؟ ممكن في ناس مثلا تستخدم فيتامينات أو حاجة، لأ احنا بنحاول نهيئ حمام الفرخ، الحمام المنتج بتاعنا، بحيث نطرد الديدان من عنده لو عنده ديدان، لأن أغلب الطيور دلوقتي تغير المناخ والظروف المناخية اللي عايشينها بتلاقي في تغيرات بتحصل كتير والحمام بينصاب. من ضمن الإصابات دي بتكون الديدان. الديدان دي بتاكل البيوض، اليرقات بتاع البيوض أو البيوض اللي بتكون داخل الإناث، وكمان بتاكل الحيوانات المنوية اللي في الذكور. فبنستخدم من ده بشري يا جماعة، 5 سنتي على لتر مية. 5 سنتي على لتر مية ويتم إعادة الجرعة بعد 14 يوم، وبكده هنكون نهينا خالص على الديدان قبل ما تفقس. ونبدأ بعدها ننهي على ونبتدي بقى، عفوا يا جماعة، ونبتدي بقى ننهي نهيئ الطير للإنتاج. ندي إيه بقى بعد بعد عفوا، ندي إيه بعد البندكس؟ ندي خل تفاح. خل تفاح يا جماعة جميل خالص لمدة 3 أيام. خل التفاح يا جماعة مفيد جدا، من مميزاته إنه بيقتل البكتيريا الضارة عند الطيور، للأهالي والزغاليل كمان. بيعالج تكيس المبيض عند الناس، يعني لو الناس بتاعتك مريحة هو بيعالجها. بيحسن الهضم عند الأهالي وكمان الزغاليل، وده هيخلي في سرعة وزيادة في الوزن بالنسبة للزغاليل. خلي التفاح يا جماعة بيخفف التهاب الحلق الناتج عن الأمراض التنفسية. كده الطيور بتاعتنا ابتدت تظبط الأداء معانا. نخش عليها فيتامين ألف د 3 ه. ألف د 3 ه يا جماعة ده محفز جنسي للذكور اللي هي مش هايجة وعندها خمول. ده محفز جنسي للذكور جميل خالص، وللإناث كمان بيخلي الذكور وللإناث، وبيخلي الذكور دايما تخصب والبيض بيكون معمر بإذن الله، وبيزيد من معدل البيض عند الإناث. وبكده استخدمنا يومين علاج ديدان و3 أيام خل تفاح وثلاثة فيتامين ألف د 3 ه. نريح الحمام يوم، وبعد كده نديله 3 أيام خميرة. أقسم بالله يا جماعة الخميرة دي كنز للأهالي والزغاليل، بتزيد من حجم الزغاليل وبتخلي وبتحسن الهضم عند الزغاليل وعند الأهالي، فبتزيد مستوى الزغاليل وبتخلي الأهالي شهيتها مفتوحة وعندها إقبال للأكل وللشرب. فبسم الله ما شاء الله تلاقي الفرد عندك مش مسيف بالنسبة للكبير، والزغاليل بتزيد معاك من نسبة اللحوم. ولو انت بتربي زينة او كده بتلاقي عندك مستويات ما شاء الله جميلة. ده فرد نفاخ تبارك الرحمن، لسه فكك حوالي 5 ريشات او 6 ريشات، بس حاجة ما شاء الله يعني أحجام تبارك الرحمن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس.